صباح الخير يا جماعة. أنا هتكلم بقى. آه، هرجع برضو أتكلم في نقطة تانية تخص صاحبي اللي هو حكايته مع ياسر الغرباوي، وهتلاقوا الفيديو موجود، تقدروا تسمعوه في القناة بتاعتي برضو، في نفس القناة دي، بعنوان حكاية صاحبي مع ياسر الغرباوي، صدق أو لا تصدق. تحليلي أنا بقى للحكاية، وهي طبعا حكاية موثوق منها وحكاية حقيقية على فكرة، للأسف يعني. الراجل ده بيقول لك أكل عيشي، اللي هو ياسر الغرباوي ده، وبيقول لك مش هيكون أعز عليا من ولادي. ليه؟ هو ده السؤال. طب ليه ما تعتبروش زي ابنك؟ ودايما كان يقول ده أخويا ده أخويا، ده زي أخويا وبتاع. ليه الناس وحشة بالصورة دي؟ ليه الناس وحشة بالصورة دي؟ ليه أنا ومن بعد الطوفان؟ ليه مش عايز تحب جيرانك، أو الناس اللي في العمارة اللي انت واخد بس محل فيها، ومعتبر ان العمارة بقت ملكك؟ تمنع ده يحط تكييف، تمنع ده يحط خرطوم، تمنع ده يحط شجر. مشكلة، مشكلة كبيرة. والمشكلة الأكبر منها الجهاز المدينة اللي سايب الحي ال 12 ده يضرب يقلب، سايبه يضرب يقلب. في نفس الوقت لقيت واحد ان هو طيب، او واحد مسالم، او واحد متعلم، مالوش يعني في حاله، مؤدب مثلا او محترم او بتاع، يعني من طبقة الأفندية زي ما كانوا بيقولوا زمان، ومع عمه مكسور الجناح وهي مكسورة الجناح وهو أحدانيين، وهو عازب ما اتجوزش ولا حاجة، هو حتى من سني أنا برضو 42 سنة. طب ليه؟ ليه؟ ليه إن أنت تخوفه؟ ليه تخليه ما ينامش الليل؟ ليه تخليه تنوي بيه الشر، أو تنوي بيه ليه اصلا تعتمد في تجارتك او في الفرن العيش السياحي اللي انت عامله ده على البلطجية؟ اجيب 10 يضربوه، قلتها عن واحد قبل كده. طب ليه؟ ليه بتعمل كده؟ ايه السبب؟ ده السؤال، ايه السبب؟ ومش حاطط في اعتبارك اللي انت بتعمله في البني ادم ده وبتطفشه. طب هيروح فين؟ بني ادم ما عندوش شقة ولا عنده حاجة تانية ولا مكان تاني يروح فيه او يلجأ اليه. ولا فكرت في الست صعبانة عليها الحاجة؟ طب ما دام صعبانة عليك الحاجة، طب ما تسيبه يرعاها، ما تسيب ابنها ده قاعد معاها ويرعاها. ايه المانع تتقبل وجود تكييف؟ ايه المانع تتقبل وجود خرطوم تصريف للتكييف؟ ايه المانع؟ خصوصا ان هو عمل لك مخصوص ماسورة بلاستيك وكلفها 400 جنيه ولا بتاع في الزمن ده او في الوقت ده، عشان تصرف المية بعيد عن الشولة بتاعتك. طب عايز ايه تاني؟ لا، لازم امشيه من هنا، او لازم اقتله، او لازم اضربه. الله اعلم. بيقول لك ياما ناس حاولت تأذيني، عمل فيهم ايه؟ ما قالش. الناس دي اللي ياما دول، اللي يعني ياما دي للكثرة، يعني كم من الناس، ياما ناس كتير بيقول لك حاولوا يأذوه، بيعتبر ان اللي حصل ده أذية، وما حصلوش حاجة، ولا الشكوى وصلت، ولا حد جاله، ولا حملة جات له، ولا حاجة. وبعدين ما دام انت خايف، طب ما تمشي عدل. بتحط ليه شويل على الرصيف؟
بتحاول ليه تبوظ تكييف واحد جارك مثلا؟ عايز ليه تقطع الخرطوم بتاع التكييف؟ ليه ما تحاولتش تتفاهم معاه، تتكلم معاه وجها لوجه؟ ليه تلقيح وليه كلام بينك وبين العمال كأنه هو ملوش رأي ملوش وجود، كأن العمارة ملكك، كأنك صاحب العمارة؟ ده ناس قالوا له اما حكى الحكاية دي، طول ما هو رايح من زي ما انا قلت في الجمهورية كلها، راح اسكندرية، راح المنيا، راح سوهاج، راح قنا، راح الأقصر، راح أبو سمبل، حتى راح أسوان، راح الغردقة، راح السويس، راح الإسماعيلية، راح بورسعيد، ما سابش حتة تقريبا. وحتى شبين الكوم راح شبين الكوم، ما سابش تقريبا حتة إلا وراحها. حتى راح راس سدر. برضو من الحاجات كده على جنب نقولها، حاجة من الحاجات الغريبة اللي بتحصل في مصر، لما جه يروح شرم الشيخ منعوه، ردوه، منعوه. الامن اللي هناك كمين اسمه فانتازيا ولا اسمه ايه معرفش، اسم شبه الاسم ده، الكمين اللي قبل شرم الشيخ ب10 كيلو. قالوا له لا، لازم يا اما تكون حاجز في فندق من قبل ما توصل شرم، مش لما تروح تحجز جوه، لا، يا اما تكون بتشتغل فيها ومعاك اثبات بكده وبطاقه فيها الكلام ده، كأنك بتخش بلد دولة تانية، كأنك بتخش بجواز سفر، كأنك محتاج فيزا عشان تروح شرم الشيخ، وبعدها طبعا دهب وطابة والحتت دي ونويبع. ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ ازاي ان في اجزاء من سينا ما تقدرش تخشها كمصري؟ ازاي؟ ويردوك يرجعوك للمحافظة بتاعتك او ايا كان من حيث اتيت. عامل زي فيلم الحدود كده، معك جواز عم تمرق، ما معك جواز ترجع مطرح ما جيت. ايه اللي بيحصل ده؟ فالمهم نرجع لموضوع الغرباوي ده ولا ياسر الغرباوي. انت بتتصرف كده ليه؟ ده السؤال. ما فكرتش الشخص ده او الشاب ده هيعمل ايه لما انت تفضل تضغط عليه وتحاربه في اعصابه وتحرق اعصابه وتجننه وتخليه طول الليل مش عارف ينام، وتلقح كلام وترمي كلام، هموته، لا هعمل فيه ايه، لا هسوي ايه، لا هكسر بدنه. وبعدين وحته ما فيهاش امن، جهاز مدينه ضايع خالص والشرطه ضايعه خالص. اسم الشرطه اللي تابعه ليه الدايره دي او المنطقه دي اسم موجود في الحي ال11، بينه وبين الحته دي مسافات ومسافات. ده اللي يعني حي زي ده عايز له 3 4 اقسام، مش قسم واحد ويبقى في الحي ال11. غلط. حتى انه عمل محضر عدم تعرض للشخص ده، طبعا يبله ويشرب ميته ملوش قيمه، ملوش قيمه، لان الراجل موالس مع الشرطه وموالس مع امناء الشرطه ودافع فلوس ومضبع، والله اعلم هو زي ما قلنا شغال بالفرن من الباطن للواء شرطه ولا حاجه وبيديله الارباح، فمسنود جامد يعني، مسنود جامد. ليه ما فكرش؟ طب انا بدوس على الناس كده وانا ماشي، واحد زي ده طب هيسيب امه هو نفسه هيروح فين؟ ولا له عيلة ولا له حاجة، واخواته اندال، اخوات اندال، يا اما طماعين يا اما اندال، كل واحد في حياته، ومش مهتمين ان هم ما جه يستنجد بيهم ما نجدوهوش، والمفروض اخوهم الصغير واخد بالك المفروض زي ابنهم، لا الابن اهم والزوجة اهم من الاخ. طب ليه؟ طب ليه ما راعوش امانة ابوهم الله يرحمه مثلا في الام دي وفي الابن؟ ليه؟
وبعدين منهم اللي فيه يعني دلائل كتيرة وشواهد ان هو تحالف مع الراجل الفران ده. ليه برضه؟ ليه اللي بتعملوه ده؟ ازاي تتحالف ضد اخوك؟ كل ده عشان قرشين؟ كل ده عشان الفلوس؟ كل ده عشان الميراث؟ فشيء غريب، شيء غريب. وكفروا اخوهم في الاخر، قالوا عليه كافر وقالوا عليه مش عارف ايه ليه؟ ايه اللي هتستفيده؟ ايه اللي هتستفيده؟ لدرجة ان هو ظن ان هم ممكن يرفعوا عليه قضية، ان هم يحاولوا ان هم يحرموه من الميراث، من ميراث امه الله يرحمها. واخد بالك؟ طب ليه؟ ويرحم امهاتنا جميعا يعني. ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا كده؟ ما حاولوش خلال الفترة يعني الانسان ده او صاحبي ده بقاله دلوقتي 3 سنين من يوليو 2020 لغاية دلوقتي، بقاله 3 سنين بره القاهرة، بره 6 أكتوبر اللي في الجيزة دي، بره الحي ال 12، بعيد عن بيته، بيصرف من المدخرات دي. هيوصل خلاص هيجوع هيشحت. طب ليه بيعملوا كده؟ ليه بيعملوا كده؟ الراجل اللي ما عندوش ضمير ده، ياسر الغرباوي ده، ليه اللي ما فيش ضمير؟ ليه مش معتبر ده ابنك؟ ليه مش معتبر انه هيحصل في ابنك كده؟ ابو حمادة ده اللي هو عمال يحرض ويسخن ويقول لك لسه هديله كمان. ليه الافتراء ده؟ وعيب على سنك، وعيب على شيبتك. المفروض ان انت تكون انسان حكيم، المفروض الشيبة دي تكون وقار وحكمة، مش ان انت تكون انسان بلطجي. انما تعمل ايه؟ سواق. في النهاية في النهاية يعني آه، في الاول والاخر هو سواق على عربية سوزوكي صغيرة كده، اللي هي اصغر من ميكروباص شوية. طب ليه؟ ليه عمل لكم ايه؟ كل ده عشان الراجل بيدافع عن حقه ان هو يحط تكييف في بيته من الجو الحر النار اللي موجود، من حقه. المفروض ان انت عايز تحط شويلة تحطها جوه في المحلات بتاعتك، او تعمل تندة انت. انما ليه الاذية؟ ليه الاذية؟ وما يجي يدافع عن حقه ده يشتكيني وبتاع، وقطع عيشي ولا اتقطع عيشه، ولا حد جاله ولا اتجازى، ولا تموين جاله ولا حاجة جات له. طب بتعمل معاه كده ليه؟ 3 سنين واحد بيصرف، ضيع ألوفات مثلا أو مئات الألوف. طب يعني فلوس من لحم الحي، وكانت هتنفعه في زمن فاشل زي ده، وزمن مبارك والسيسي والسادات اللي هم ما بقاش فيه تعيين، ما بقاش فيه شغل، ما بقاش فيه حاجة كان ممكن ينفعوه للزمن. انت خليته ضيعه، خليته ضيع الفلوس دي، خليته ان هو بطو النجم، خليته ان هو هيوصل يتشرد ويقعد في الشوارع زي الناس الهومليس والناس المشردين وينتهي تماما. طب ليه؟ ليه انت بتعمل كده ليه؟ وعملت كده ليه؟ مفيش ضمير؟ مفيش ضمير خالص؟ مفيش ضمير خالص؟ مفيش اي احساس؟ مفيش اي وخز ضمير؟ مفيش تأنيب ضمير؟ ما فكرتش ان ولادك ممكن يحصل فيهم كده؟ ان الموضوع ده يترد فيهم مثلا، او في احفادك؟ مفيش. وناس بتدعي وبتفتح قرآن وبتاع، ولا هو مؤمنين بالله ولا عارفين آلهة ولا عارفين حاجة. هم اللي كفر، هم اللي كفر، مفيش أكفر منهم، مفيش أكفر منهم. وإخوات أنانيين، رغم إن واحد في السعودية بيكبش في فلوس البترول، فلوس بترول ودكتور بشري وبتاع، مع ذلك مش قنعان. ما هو بيدي الفلوس بيرميها في حجر مراته،
كل فلوسه ويرجع يستلف منها ومن حماته. تستعجب، بيستلف فلوسه هو، وهي لابسه ذهب من هنا لهنا وحاطه ذهب في خزنه امها حماته. شيء غريب. ناس متعلمين وناس جامعيين ودكاتره وبتاع، واللي ساكن قريب منه ده الاخر اللي هو المفروض في التأمين، في شركة تأمين. طب ما يعني، وبيكبش كل شهر 10,000 جنيه ولا أكتر، ومع ذلك ما بيحاولوش إنهم يساعدوه، ما بيحاولوش إن هم يلاقوا له شغل مناسب، ما حاولوش خلال ال3 سنين دي، وهو عارف كويس إن هم عارفين مكانه، وعارفين إن لم يكونوا هم عارفين فالفران عارف وبيقول لهم. مستنيين إن هو يقع، مستنيين إن هو يفلس، مستنيين ان هو يتوسل لهم بقى ولا يتنازل لهم عن نصيبه في الشقتين بتوع والدتهم. شيء غريب، شيء غريب اللي بيحصل في المجتمع ده، شيء غريب اللي بيحصل في المجتمع ده. ليه عايزين تاكلوا حق اخوكم؟ ليه بتتمنوا الموت لاخوكم؟ ليه بتتحالفوا مع عدو اخوكم على اخوكم؟ ليه؟ وليه انت كبني ادم بتقول اعز، مش هيكون اعز عليا من ولادي؟ يا اخي، يعني ندى على اولادك، ندى على اولادك يعني، أما عشان ولادك تضيع ولاد الناس؟ ما هم ولاد ناس برضه، ما صاحبي ده ابن ناس برضه، تضربه ولا تقتله ولا وطفشته؟ ده كفايه التطفيش ده انت عايز يتولع فيك يا ياسر الغرباوي، ده عايز يتولع فيك، انت عايز يتولع فيك 100 مره، انت واولادك وعيلتك وكل حاجه. والشرطه الفاسده اللي هي بتدور وتضايق في صديقي ده، كل ما يروح في حتة كأنه إرهابي، كأنه مش مشبوه. ليه؟ ليه؟ عشان عازب في البطاقة إن هو عازب، دي مشكلة. وتكتشف إن البطايق الهوية في العالم كله، حتى في الخليج وحتى في دول عربية كتير، في 3 خانات عندنا في مصر مش موجود ده خالص في البطاقات بتاعت الناس كلها، البطاقات الشخصية، سواء في أمريكا، سواء في أوروبا، سواء في الهند، سواء في الصين، سواء في اليابان، سواء في استراليا، سواء في الدول العربية الخليج أو الجمهوريات العربية المختلفة. ال3 خانات دي مش موجودة: خانة الديانة، وخانة المهنة، وخانة الحالة الاجتماعية. تصدق بقى؟ مفيش حكاية اسم الزوج اللي حاطينها للستات المتجوزة، مفيش حكاية للراجل والست متجوز ولا عازب ولا مطلق ولا أرمل ولا القرف ده، مفيش حكاية مسلم أو مسيحي أو بتاع، ومفيش المهنة بتاعته إيه. لان الشرطه في العالم كله بتحترم المواطن بتاعها، ما بتاخدش البطاقه والله ده لسه ما اشتغلش وسنه مش عارف 40 سنه، يا نهار اسود، يبقى ده مشبوه، يبقى ناقم على الدوله. يا عم مش ناقم، انا بحبكم انتوا حلوين وزي العسل، ولا ناقم عليكم، مش لازم ابقى ارهابي يعني. ده انا يائس ومكتئب، مش انا يعني، اللي هو الشخص اللي هو الايه، صديقي ده، او انا برضو لان انا عازب نفس الحكايه. يعني ما حالة الشباب كلهم، الجيل كله بالحالة الزفت دي. ده لسه ما اشتغلش، يا نهار اسود، لا ده لسه عازب، يبقى يا اما ارهابي، يا اما عنده عجز جنسي. يا اولاد المتناكه يا وسخين، يا شرطه وسخه. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده يا اخي؟ خليكوا قدوه للناس، خليكوا قدوه للناس، ما تبقوش بتتحكموا في الناس. ياما افلام اتعملت فيلم البريء، واتعمل فيلم ملف في الآداب، وكان عاطف الطيب دايما متخصص يجيب البلاوي اللي بتهببوها مع الناس. ما اتعظتوش حتى من يناير خرا 2011؟ ما اتعظتوش؟ كنتوا هربانين في البيوت وخايفين من الناس وبتاع. طب اتعظوا بقى. ده ما يتعظوش، ده يقرفوا في الناس،
عقد نفسية وإساءة سلطة، زي باسم بتاع منتدى النسوانج ده، هو نفس الفكرة. أي واحد معاه سلطة صغرت أو كبرت، كانت افتراضية أو واقعية، بيعرف بقى في الناس ويبيع ويشتري فيه. عمالين تفتشوا في الناس ليه؟ عشان بيروح الصعيد. الصعيد مشكلة بالنسبة لكم، بينما الواحد بيلاقي الدقون ماشية في الشوارع يمين وشمال، ما بتجوش جنبهم. لا، ده في حاجة بقى، ده في حاجة. انتوا كنتوا الأول بتمسكوا الدقون، دلوقتي بتمسكوا الناس اللي حلقة دقونها. انتوا تبعهم ولا ايه بالظبط؟ انا عايزين نعرف، عايزين نعرف. فالثلاث خانات دي مش موجودة. الثلاث خانات دي بيستغلوهم بقى الشرطة في الكماين والحاجات دي، يقرفوا الناس، ينزلوا الناس اللي هم ما بتحصلش في أي حتة، بينزلوا الناس اللي في الميكروباصات، وياخد ثلاث أربع بطايق، بيقول لك تفتيش عشوائي. اشمعنى طيب ده بتختاره بالذات وتكشف على بطاقته وتلاقيه ما فيهوش حاجة؟ بينما وبعدين لو واحد عليه قضية ما بتحبسوش ليه؟ طب والمسجلين خطر والبلطجية اللي بيستعين بيهم ياسر الغرباوي وغيره، مش ماسكينهم ليه؟ يعني اللي انا نفسي افهمه، وبعدين مجرمين هيركبوا ليه ميكروباصات من بلد لبلد مثلا في الجمهورية؟ يعني المفروض ان هو يهرب بره مصر خالص مثلا، هيحاول يهرب بره مصر خالص. يعني ايه الحكمة ان هو هيكون هربان من حكم عليه من مدينة لمدينة؟ يعني طب ما هي جوه البلد نفس البلد، مش دولة تانية. شيء غريب يعني. وبعدين تفتش، طب ما تفتش كله، طب ما تمسك البطائق كلها وتكشف عليها، تكشف على ناس معينة كده كده بالنظر ان دول مش مشبوهين، مشبوهين كده من عندك انت من دماغك. فنرجع لموضوع ياسر الغرباوي ده والاخوات دول. ايه النتانة دي؟ اللي يقول له موت في بيتك عشان تلاقي حد يدفنك، ده اخ هيقول كده؟ الاخ الكبير يقول لاخوه موت في بيتك عشان تلاقي حد يدفنك، يتمنى الموت لاخوه؟ عمل له ايه هو؟ عمل له ايه؟ تاني يقول له رصاصة ب3 مليم، طب عمل لك ايه عشان ان انت عايز تموته برصاصة مثلا؟ ايه السبب؟ عمل لك ايه؟ وطول الوقت تقول عليه فاشل، وهو جامعي زيك، وهو مخلص دراسته زيك جامعية واخد شهادته وكل حاجة. ايه وجه الفشل؟ اصله ما اتجوزش. ايه الفشل في كده؟ لا اصله ما اشتغلش. طب هو بخاطره، هو لاقي شغل وما اشتغلش؟ انا نفسي افهم دي. اشتغلتوا انتوا، كنتوا في العصر الذهبي اللي فيه التعيينات لسه، وتعينتوا انت واخوك، اتعينتوا دكاترة في المستشفيات والبتاع عادي، والتاني كان اللي حظه ان ما كانش فيه وسايط في شركة التأمين، فخدوه وتعينوا آخر حلاوة، وحظه حلو وجميل وبتاع. ومع ذلك، ومع انه في وسط البلد، راح نقى واحدة قريبتنا، بس الناس كلهم سلفيين ومنقبة وبتاع، وافكارهم كلها تعصب وتكفير وبتاع، وبدل ما هو يرفعها وينورها من الحاجات دي، لا ده هي نزلته معاها، هي نزلته معاها. ماشي، كل واحد حر في حياته، خلاص، حلو قوي. كل واحد بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه، حلو. بس وقت الجد المفروض ان انتوا تقفوا جنب اخوكم. المفروض 3 سنين وهو بعيد عن البلد، وامكم مثلا مقطعه نفسها عليه وحزينه عليه وبتاع قبل وفاتها، كنت وفضلت يعني مثلا فضلت عايشة سنة بعده، أو بعد غيابه أو بعد سفره أو طفشانه، وانتوا عارفين كويس قوي وعندكم معارف من الشرطة، والفران بيقول لكم أولا بأول هو بيروح من مدينة إيه لمدينة إيه،
وقاعد فين بالظبط وكل حاجة، عارفين أولا بأول يعني، ولغاية دلوقتي عارفين. ومع ذلك ما حاولتوش تقولوا، ما حاولتوش تزوروه، ما حاولتوش تطمنوه، ما حاولتوش ان انتوا تحلوا المشكلة وتخلوا بني ادم زي الفران ده يلم نفسه. بالعكس، لا ده انتوا الظاهر حرطوه اكتر وقلت له خوفوه ولا خوفه ولا ايه، محدش عارف. طب بتعملوا كده ليه؟ بتعملوا كده ليه؟ مفيش، خلاص كل التربية بتاعت الاب والام راحت، راحت خالص. زوجاتكو او اولادكو او اهالي زوجاتكو بيحرضوكوا على افكار زي دي؟ ليه؟ ليه الاحقاد دي؟ وليه الكراهية دي؟ وليه تعملوا مع اخوكوا كده ليه؟ ده لحمكوا في الاول وفي الاخر، لحمكوا ودمكوا. ده هو ابقالكوا، اخوك ابقالك من مراتك. وما يغركش ابنك ممكن يتقلب عليك بعد شوية، زي ما انت اتقلبت على اخوك هيتقلب عليك. والراجل التاني اللي ياسر الغرباوي ده، ما هو ولادك او احفادك ما ممكن يتعمل فيهم اللي انت عملته في ولاد الناس. ليه ما بتحاولش ان انت تبقى انسان كويس؟ لان مفيش رادع، ان مفيش شرطة، ان مفيش جهاز مدينة، ان مفيش حاجة، مفيش انسانية خالص. الانسانية اتعدمت. مصر ضاعت خلاص. المصريين ضاعوا خلاص. كان بيقول لك اطيب شعب واكرم شعب وبتاع. ما بقيناش كده، ما بقيناش كده. بقى الطيب فينا بندوس عليه، بقى الانسان المسالم فينا بنسحقه خالص. وكل ده اما تشوف تكتشف ان هو نتيجة سياسة السادات ومبارك والسيسي ومرسي. هم العيش كان بيبقى عيش مدعم وتبع الدولة وبتاع. فتحوا الباب للطفيليات اللي زي الغرباوي ده، ياسر الغرباوي بقى يعمل عيش سياحي. الواحد بنص جنيه ولا بتاع الرغيف. وهو اللي انتشر، والناس من زهقها من طوابير العيش والبتاع بقوا يجيبوا من الايه، من العيش السياحي. لا ضبع بقى، وبيدعموه، الدولة نفسها بتدعمه ممثلا في الجهاز وممثلا في الشرطة. ده في مرة بيكلم واحد في الموبايل بيقول له هات لي أمين شرطة دلوقتي. تحت أمره أمناء الشرطة. في أكتر من كده؟ أنت عايز إيه أكتر من كده؟ ده عامل زي فيلم هي فوضى بتاع خالد صالح ومنة شلبي. عامل زي الفيلم ده، اما كان امين شرطه وعامل مصايب. طب ليه؟ ليه الاوضاع دي؟ ليه الاوضاع دي؟ ليه احنا عايشين الحياه الزفت دي؟ ليه؟ صاحبي دلوقتي بيتمنى يموت، بيتمنى ان هو ينام ما يقومش، عشان يرتاح من المستقبل المظلم اللي هم حطوه فيه، من الوضع التشرد اللي هم حطوه فيه. مش عارف، ما بقاش عارف يعمل ايه. ما بقاش قدامه غير ان لو مات هو يرتاح ويرتاحوا كلهم. بس ده الوضع بتاعهم، بيناموا الليل عادي، مبسوطين عادي جدا، مش هاممهم، ولا كأنه اخوهم ولا حاجة. 3 سنين ولا حاجة خالص، ولا حاجة خالص. لو ابوهم عايش ما كانش هيسيبوا كده ابدا. ما كانش هيسيبوا يضيعوه بالشكل ده. ما كانش هيسيب واحد زي الغرباوي ده يضيع كل شيء. انما دول ما ينفعوش لا اخوات ولا اباء ولا ابناء ولا اي حاجه. بس